سنطرح فكرة كتاب الدين والتاريخ ومتطلبات المستقبل للكاتب والمفكر المغربي مخلص السبتي، الذي يناقش موضوع الفكر الإسلامي. ففي هذه المرحلة المعاصرة نحتاج أكثر من أي وقت مضى مراجعة فكرنا وإعادة النظر في الأرضية الفكرية التي نقف عليها، خصوصا مع طرح الكثير من الأفكار والإشكاليات الراهنة في هذا الموضوع الذي يستشكل على القراء والطلبة. قبل أن ندخل في تفاصيل الكتاب، لا بد أن نعطي لمحة عن المفكر المغربي مخلص السبتي. الدكتور مخلص السبتي دكتوراه الدولة في الفكر الإسلامي والحضارة، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدار البيضاء، مؤسس ورئيس قسم ماستر الفكر الإسلامي والمشترك الإنساني بجامعة الحسن الثاني، عضو مختبر الفكر الإسلامي والترجمة بنفس الكلية، أستاذ فلسفة التاريخ ومستقبل الحضارة، أستاذ وحدة الاجتهاد والتجديد، عضو مؤسس لمجمع الإحياء والتجديد، عضو المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جمعية المسار الثقافية، خبير وطني في تقييم الدورات التدريبية والأبحاث التربوية لدى المركز الأمريكي الكندي للتنمية البشرية، مرشد في الصحة النفسية من British American Academy for Management. كتاب الدين والتاريخ ومتطلبات المستقبل هو محتوى فكري غني ومركب يتناول العلاقة بين الدين والتاريخ كسياق زمني تحولي، مع استشراف ما تقتضيه تحديات المستقبل من وعي وتحول. فنبدأ الكتاب بقولة كاتبنا الشهيرة: لا تقدم بدون نهضة، ولا نهضة بدون إصلاح ديني، ولا إصلاح ديني بدون تخليص النصوص من اللصوص، التي دونها في مقدمته. فقسم الكتاب إلى شقين: الباب الأول نحو تفسير تداولي للتاريخ، والباب الثاني التاريخ ومتطلبات المستقبل. وفي هذه الحلقة سنقف على فصول الباب الأول ونشرحها. بدأ الكاتب بالجانب التاريخي وانطلق منه ليقسمه إلى مسارين: مسار النهايات ومسار الدورات. ودار مناهج بعض الفلاسفة في تفسيره ككانت وهيجل وماركس، وأكد على أن فكرة نهاية التاريخ هي عبارة عن تطلع مستقبلي ومعياري يدعو كل فيلسوف فيه إلى هدف يكاد يكون مطلقا، وهو الهدف المرجو للبشرية عنده. ثم القائلين بدورية التاريخ، وأبرزهم ابن خلدون وشبنجر الذي نحى نحوه في تفسيره للتاريخ. أما توينبي فقد أكد على أن الحضارة لا تولد من اليسر والسهولة، بل من العسر والصعوبة، وتفرد بأسلوبه الممكن من فهم طرق وتأثير كل من القانون المستقبلي المضطرد وإرادة الإنسان المتقلبة والمتغيرة في مسار التاريخ. وأظن أن هذا الطرح لتوينبي هو أقرب طرح لأفكار ورؤية كاتبنا الدكتور مخلص السبتي. انطلق الدكتور بعد ذلك لمعالجة مسار التاريخ الإسلامي، ليذكر أن هناك من يفسر التاريخ تفسيرا تقهقريا، وهناك من يرفض هذا التفسير ويرى أن التاريخ يسير مسارا تقدميا إلى الأفضل دوما. وبين هذا التأويل وذاك يستعرض الدكتور صورة العصر ليستلهم منها التالي: ظاهرها أن طبيعة الحياة تتجه بالإنسان إلى الأسوأ، وأن المصير هو إلى خسر، ما لم توضع إرادة هذا الإنسان في الحسبان، فيتحمل مسؤوليته في تغيير مجرى التاريخ بإرادته. فالإنسان هنا سيد قدره، والفاعلية الإنسانية لها القول الفصل والقرار الحاسم. نذكر هنا استنتاج الكاتب مساره التداولي للتاريخ بقوله: والرأي عندي أن حركة التاريخ ليست ناتجة عن التناقض في ذاته، بل فيما يوجده هذا التناقض من صراع بين بنيات اجتماعية هرمة متحللة وبنيات جديدة متطلعة، كما أننا لا نقول بحتمية الترقي الدائم انطلاقا من حركة التناقض وتناقض التناقض. وبالتالي فالكاتب يعتقد بالتداول بين الحسن والسيء، بين الكمال والنقص، في حركة حلزونية متصاعدة ومتسارعة.
أكد كاتبنا على أن الأقرب للصواب ولمنطق العلوم الحديثة أن نعمل قانون الاحتمالات لا قانون الحتميات، لأن مجال الحتميات مجال ضيق منحصر لا نستطيع أن نفسر به التاريخ أو نستطلع به المستقبل. لينتقل في الفصل الثاني المعنون بقانون التطاقف للتعريف بالتقليد. كما بين الفرق الجوهري بين التقليد الذي يؤدي بمرور الزمن إلى إضعاف الشيء المقلد حتى يتركه جسما بدون روح ومن دون مقصد، فإن التطاقف يؤدي إلى تقويته وتجديده ومده بمصادر جديدة للطاقة عبر فتح أبواب تلاقح الأفكار وتفاعل المعارف، وهذا ما يؤدي إلى تطور الحياة وتجديدها، لأن التثاقف في عمقه تفاعل حي للفرد مع محيطه، وهو مكون من 3 عناصر: الاستيعاب، التنسيق، والدمج. كما أنه فصل في التثاقف وأعطى عدة أمثلة لتثاقف المعارف في عدة مجالات كعالم البيولوجيا وعالم الطب والإعلاميات وغيرها من العلوم. في هذا الفصل بدأ الكاتب بالصراع وأسبابه ومحركاته التي تأتي نتيجة اختلاف الأفهام وتضارب المصالح، فالصراع يمكن اعتباره من الشروط الضرورية للتقدم، ومن أبرز أسبابه اختلاف الأفهام وتضارب المصالح، مما يخفي وراءه دوافع أعمق للصراع يعتبرها الكاتب أساس الدوافع كلها، ويستعرض آراء بعض الفلاسفة في ذلك مثل فرويد وماركس وتوماس هوبس وغيرهم، ليستنتج بعد ذلك أن الصراع يقسم إلى نوعين: صراع موضوعي وآخر ذاتي. وعرف كل منهما كالتالي: ما جعله موضوعيا هو كونه أحد إفرازات الواقع المعاش وتحدياته، وأن يكون غرض مختلف الأطراف أو جلها حل الإشكال لا فرض قناعات ذاتية أو إيديولوجيات مسبقة. ومن علاماته اعتماد آلية التأجيل والإرجاء، وأعطى الكاتب مثالا على ذلك في صلح الحديبية. ثانيا آلية التجاوز والإلغاء، وأعطى كذلك مثالا على ذلك من السيرة النبوية. أما الصراع الذاتي فهو صراع محوره الذات لا الفكرة، وهو لا يستهدف البحث عن قواسم مشتركة، ويعمل من خلال أحد الآليات التالية: إما أن يغيب طرح الإشكال أساسا، وإما أن يطرح الإشكال لكنه إشكال ميت انقضى وقته، وإما أن يتوارى طرح الإشكال إلى ما بعد طرح الحل المفترض الجاهز. ومن خلال ما سبق استخرج الكاتب القانون الذي يحكم مسار كل صراع وينبئ بمستقبله، فهو إما أن يكون موضوعيا خالصا أو ذاتيا خالصا أو مزيجا منهما، ويمكن اختصار المعادلة كالتالي. وفي هذا الفصل أكد الكاتب على التمييز بين الأحكام الكلية المطلقة ذات المصدر الديني أو الأخلاقي وباقي الأحكام والتصورات الإنسانية النسبية المتغيرة بحسب مقتضيات البيئة والاجتماع. وحينما يغيب التمييز يقع الخلط واللبس، ثم الصراع فالانقسام الداخلي، ثم مزيد من الانقسام. فانتقل بعد ذلك ليعطي أمثلة على ذلك مثل تضخم المقدس في التجربة المسيحية، ثم بعد ذلك التضخم المقدس في التجربة الإسلامية، وأعطى أمثلة واضحة من خلال مثال حركة الخوارج ومحنة خلق القرآن وغيرها. فنلامس فكره بقولة رائعة تلامس كل العقول: إن عدم إدراك الفوارق الدقيقة بين قطعيات الدين وظنياته وبين الدين والتدين تسبب ولا يزال يتسبب في مآس تاريخية خطيرة تكرر نفسها تارة بين السنة والشيعة، وتارة بين الشافعية والحنفية، وثالثة بين المسلمين والنصارى، وهكذا.
ولإدراك هذه الفوارق اقترح الكاتب حلاً يكمن في أنه لا قدسية ولا عصمة لفكرة أو حكم أو تشريع إلا إذا توافرت فيه شروط 4: قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، الصفة أي الرسالة والتأبيد، انتفاء الضرورة. ومن هنا صاغ الكاتب منهجا يمكننا من فهم القانون المتحكم في المسارات الفكرية والسياسية لدى كل المجتمعات البشرية، التي لا تستغني عن المقدس ولا عن الاجتهاد الحر والابتكار في شكل حقلين أنتجا ثنائيتين، أي خلط بينهما عن قصد أو غير قصد يؤدي حتما إلى انحرافات ومآسي خطيرة. وبالتالي فالحقل الأول حقل ثوابت والتصرف فيه إبداع، والحقل الثاني حقل متغيرات والتصرف فيه إبداع، وهكذا نضع ثوابت الدين والسياسة ضمن حدود الحقل الأول، ونضع متغيراتهما ضمن حدود الحقل الثاني، فتكون النتيجة هي ضرورة الفصل التكاملي بين الثوابت والمتغيرات، وبين المقدس والتنزيل الإنساني عبر الآليات الأربع. وبهذا نكون قد حاولنا الوقوف على جميع أفكار الكاتب والمفكر الدكتور مخلص السبتي في الفصول 4 من الباب الأول نحو تفسير تداولي للتاريخ، لتشكيل منظومة فكرية صحيحة تقود هذا الجيل للتقدم.